illumination. السلام عليكم أصدقائي. اليوم رجعت لكم مقطع فيديو جديد اللي هو تعليم آلة البصق العربية. طبعا قبل كل شيء لازم تعرفوا انه في عدة انواع للبصق العربي. في بزق عربي، في بزق كردي، وفي بزق يوناني. طبعا الفكرة اجت هي من اليونان، هي آلة يونانية الاصل، واخذوها الكرات وصاروا يعزفوا عليها الكرات بفترة زمنية كتير، فبعد منها أخذوها العرب، وكمان ضافوا عليها وتر الثالث، وكمان حركوا فيها شوية تفاصيل. مثل البزق العربي بتيجي الفتحة هون أكبر من الكردي، وتفاصيل يعني حسب الصانع، صار الصانع إنه يبدع من عنده. تمام أصدقائي؟ فالأشكال مو مهمة، في كتير أنواع. طبعا في البزق للأعراس كمان، يعني فيجي الكتروني وفيجي أكوستيك للسهرات والأمسيات، ومثل ما قلنا عربي وكردي وحتى اليوناني. بشي يوم رح أعمل هيك مقطع فيديو مفصل أكتر، وحتى أسمعكم الأصوات كيف الرنة تبعيتهم وشو الفرق وكيف التكنيك تبعيتهم بالعزف كمان. طبعا هلأ أنا اللي معي هو بزق كردي، عبارة عن 4 أوتار، 2 فوق و2 تحت. الدوزان هو صول من فوق، من تحت دو. هو للمبتدئين، للحابين يتعلموا على وترين بيكون أرحم لهم من 6، يعني أنه وترين فبيتقدموا أكتر. طبعا هاد المفاتيح هن ال6، بإمكان الواحد يضيف كمان يعني وترين بالنص. تمام، بس إنه هاي نكهتها هيك، صول قرار وصول جواب. تمام أصدقائي، فما رح نطول عليكم أكتر، رح نجي على المفيد اللي هو اليوم. خلينا ناخذ مقام البيات كونه هو الشرقي وبينعزف عليه كتير. تمام أصدقائي، الدوزان فوق مثل ما قلنا هو الصول، من تحت الدو جواب وهي المطلقة. هلا الصول، صول بعد نصف بعد وربع بعد بتجي 3/4 الأبعاد. طبعا اللي حاضر مقاطع الطنبورة والبغلمة رح يكون عارفان المقامات الأبعاد. تمام أصدقائي، رح ناخد 3/4 البعد، صارت صول لا، ومن اللا رح ناخد كمان 3/4 البعد، ربع ونص 3/4، صارت سي هون. وبعد السي بتجي علامة كاملة، فبدل ما انا اجي لهون واخذ الدو اللي هي هاي الدو، رح اخذها من تحت دو، مثل ما عم تسمعوا هيك، قرار جواب، دو قرار دو جواب. فهلا صارت هيك صول لا سي دو من تحت. تمام اصدقائي، وضربة الرشي، ضربة من فوق ضربة من تحت، منشان تتمرنوا بطريقة صحيحة. صول لا سي دو. الري بعد علامة كاملة من هون لهون. تمام. مي نصف بعد، مي فا بعد كامل مثل ما ملاحظين، هون نصف بعد وهون ربع وربع. فا والصول كمان بعد كامل. طبعا يا أصدقائي، أنت بس وصلت لعلامة الصول لازم تعرف إنه الفوق قرار وهون جواب، فوقتها تصير النغمة وحدة، وبتعرف إنه هيك إنه دوزانك ناجح وأنت كامش العلامة الصحيحة. فصار صول فا مي ري دو سي لا صول. طبعا من الصول جواب كمان، هون قرار هون جواب، بيطلع للجواب الجواب، بتصير صول لا سي دو ري مي فا صول. بس من الصول جواب للجواب الجواب رح نخليه لشي درس تاني، او انت بعد فترة بس ما تتحسن هون وتصير تفرق العلامات عن بعضها، فرح تصير تطبقوا هون كمان. تمام اصدقائي، رح احاول ابسطها للمبتدئين. تمام، هلا صارت عندنا العلامات صول لا
سي. طبعا بإمكانكم تحددوه بورقة أو بلزاق أو بشيء إنه أنتوا تكونوا مرتاحين فيه. صول لا سي دو من تحت، ري مي فا صول، صول فا مي ري دو سي لا صول. في تمارين ثلاثية كمان اتبعوها اللي هي مثلا صول لا سي، شو بيجي بعدها؟ لا سي دو، شو بيجي بعدها؟ سي دو ري، شو بيجي بعدها؟ دو ري مي. يعني هيك ثلاثة مثل الدرجة تزيدوهن. ري مي فا، بعد الري بتجي مي فا صول، صول فا مي ري دو، ري دو سي لا صول. فهذا هو تكنيكه أصدقائي. وفي معلومة بتمنى اللي حفظ العلامات كيف بتنعزف بصير يتمرن عليها بطريقة ارتجالية، بطريقة انه يبتكر من عنده. منها بيتمرن على لفظ الكلمات، ومنها الأصابع، ومنها بياخد فكرة عن المقام وكيف الرنة تبعيته. مثلا ارتجالي، رح أعطيكم نموذج عن الارتجالي. مثلا يعني هو ما في شيء معين، أنت ومخيلتك. مثلا صول 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 فا مي صول فا مي صول فا مي فا ري مي ري دو سي دو ري مي فا ري دو سي لا صول، صول 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 فا صول فا صول فا صول فا صول مي صول مي صول مي صول ري دو ري مي فا ري دو سي لا صول. وبتصير من الحالة بتصير أغنية، أنت بتصير تعزفها مثلا صول لا سي دو ري مي فا ري دو سي لا، صول لا سي دو ري مي فا ري مي دو سي لا صول، صول 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 فا صول فا مي ري دو سي دو ري مي فا ري دو سي لا صول. وهيك يعني بتصير أغنية لحالها. هذا التمرين بيقويك لفظيا وبتمارينك كمان، وحركة الأصابع، وحتى حركة الريشة كمان، وبتصير تحفظ إنه المقام شو طعمه وكيف لونه وكيف بينعزف. تمام أصدقائي، هاي معلومات يعني أولية، وبعرف إنه أنا بجوز عزفت بشكل شوي سريع. بإمكانكم تحفظوا الفيديوهات أو تبطئوه، أو تعيدوا. أنتوا بس تعيدوا يعني المقطع الفيديو، فرح تكون سهل عليكم وما في شيء صعب. في يعني في صعب إذا قلنا بأول فترة، بس يعني مو بعيد إنك بيوم من الأيام تصير تعزف مثلي، وأحسن كمان إن شاء الله بتصير تعزف أحسن كمان إذا تمرنت أكتر. يعني الشغلة مو شغلة إنه والله فلان بيعرف أحسن من فلان، لا، بيكون فلان عزف أكتر من فلان تمرن أكتر من فلان يعني تعب حاله أكتر من فلان. هي كل القصة. ما في عازف تمرن كتير وما طلع معه شيء، إلا بيكون عم بيتمرن على شيء غلط. وبيفرحني كتير انه في قنوات كتير صار هلا عم تنزل دروس الآلات الشرقية لنفترض. بس بتمنى انه من الطلاب اللي عم بيحضروهم كمان ما يضيعوا حالهم، لانه كل عازف وكل استاذ له طريقته، كل هاوي له اسلوبه، والطالب ما في ياخد 5-6 اساليب مع بعض. اوكي، اخذ منهاج واحد خلص ويروح على الثاني، اوكي، بس انه 3-4 مناهج، فرح تشوف يعني كل عازف بيعزف بمقام، وكل عازف بيعزف مثلا بعلامة محددة او باسلوب.
فما رح تكون مرتاح كتير. انت تابع دائما استاذ واحد، ما في مشكلة مين يكون، بس طالما هو عجبك وحبيت تكون مثله فامشي على طريقه، ما في مشكلة. بس يعني ما تخبص انك تنقي 5-6 اساتذة وما رح توصل لنتيجة. طبعا فيك تاخد كل شيء حلو منهم، بس منشان ما تجي تقول للاستاذ الثاني او تكتب تعليقات انه والله فلان عزف هيك ليش انت ما بتعزف هيك. كل واحد له اسلوبه. تمام اصدقائي، بتمنى منكم اصدقائي اي اسئله، اي شيء، اي استفسار تكتبوه بتعليقات. ومنشان رقم الواتس بتمنى يكون انه شوي خاص، لانه رقم الواتس انا منزله فقط يعني للعالم الجادين اللي حابين يمتلكوا الآلات وما عم بيلاقوا الآلات فبيلتجئوا إلي، فوقت بأمن الآلات لمشتركين القناة حصرا. فمنشان هيك بتمنى إذا عندكم أسئلة ما تكتبوا على الواتس، بل تكتبوه بتعليق تحت الفيديو، وإن شاء الله أنا برد على كل الأسئلتكم. وإن شاء الله يا رب نقضي مع بعض أيام حلوة ودروس أحلى، وبتمنى لكم النجاح والتمرين والمثابرة. دمتم بأمان الله أصدقائي. السلام عليكم أصدقائي، واليوم رجعنا لكم مقطع فيديو جديد يقدوسيتشا. كتير عالم عم بتخربط بين البزق والبغلمة والجنبش، في كتير عالم عم بتخربط بين البغلمة والطنبورة والساز الديواني في كتير أصدقائي ما كانوا بيعرفوا شو هو يعني التسميات ما بين البزق والبغلمة والطنبورة والساز الديواني هاد التسميات اللي مثلا ارتجالي صل 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 سي لا صل، دو 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 مي ري دو سي لا سي دو. سي حركة دو انسان يقدر تخوازي بقري لي دبين الإيشا ولات شيء فقيرية تدا مستقبل نما ويلاتك وتدا تعيشة أكيد كس ناخوازي بقريني وكسي كل برجي إيجو عندنا خوبيش داخل إيجو الشغل كشخور بيني إيجو شخور المستقبل خو أواد كي شخور دبيني إنه بيشتكى شيترك حاليا بقري ولات لي أكيد دلي خوات خوازي بقري ولات وأز باورم قالك كردن هجر عرب جيبن سوري قال كي تخوازن بقر ولاتي